واش فرجتي المنتخب المغربي في المباريات التالية ديالو؟ وي بطبيعة الحال تفرجت للمنتخب المغربي في المباريات الأخيرة ديالو أمام منتخب إفريقيا الوسطى ياك. نعم. تفرجت المباراة الأولى، المباراة الثانية، مباراة الذهاب ومباراة الإياب بالفعل. اليوم غادي تعطينا التقييم ديال كل لاعب حسب الرأي ديالك. وي مرحبا مرحبا. نبداو بالحارس. نظرا لإصابة ياسين بونو، اليوم غادي تعطينا التقييم ديالك لمنير المحمدي. صراحة اللاعب منير المحمدي يعني حارس في مستوى، للأسف كاين ياسين بونو. كل ما كانش ياسين بونو فالمحمدي غادي يكون هو الحارس رقم واحد في تشكيلة المنتخب المغربي، لأنه صراحة يعني كيقدم مستويات كبيرة. وشنا يعني في كأس العالم قطر 2022 يعني صراحة المردود ديالو يعني نقدروا نقولوا يعني يشابه إلى حد كبير مستويات التي يقدمها اللاعب ياسين بونو. فالتقييم ديالي ليه 8/10. ندوزو لخط الدفاع بالنسبة لبلعمري. بلعمري. بالعمري لاعب فريق الرجاء البيضاوي صراحة يعني شكل مفاجأة لجماهير المنتخب المغربي. فيعني المردود اللي قدموه يعني صراحة المستويات يعني خرافية كيقدمها هذا اللاعب هذا، اللي هو يعني لاعب ديال البطولة، وكيقدم ديك المستويات في ديك الشكل. صراحة تبارك الله عليه. أنا صراحة يعني فاجئني المستويات اللي قدمها اللاعب بالعمل مع المنتخب المغربي، وكنتمنى يعني أنه يستمر في هذا النهج هذا، يستمر في يعني في هذا المستوى اللي كيقدم على المنتخب المغربي. انه صراحه يعني ربح كبير للمغرب وللمنتخب المغربي، لان يعني المغرب يعاني من ناحيه يعني الجهه اليسرى. يعني صراحه يعني المغرب يعني على مر العصور يعاني في هذه الجهه. يعني كاين لاعب فقط نصير مزراوي، يعني بحكم الإصابة فهو غاب، فحضر بالعمري وقدم الإضافة، وغادي نعطيه 7/10. 10 الصراحة. بالعمري لاعب كبير بزاف. ندوزو لقلب الدفاع. اللاعب نايف أكرد. نيف أكرد يعني صراحة اللاعب هو يعني اللي عائد، يعني شنا يعني الظلم اللي تعرض له في الدوري الإنجليزي مع الفريق ديالو. يعني حاليا كيلعب في الدوري الإسباني، كيقدم يعني مستويات يعني اللي يعني جيدة إلى يعني لا بأس بها مع المنتخب المغربي. فالأداء ديالو ثابت صراحة. نيف أكرد يعني لاعب يعني مكانة ديالو لا تناقش داخل صفوف المنتخب المغربي. وقدم يعني كذلك في المباراة ديال المنتخب المغربي أمام منتخب أفريقيا الوسطى، فقدم يعني مستوى جيد، فغادي نعطيه 8/10. وبالنسبة للوافد الجديد جمال حركاس. نعم، اللاعب جمال حركاس لاعب الوداد البيضاوي، فهو يعني أول يعني مشاركة ديالو على المنتخب المغربي، وقدم يعني مستوى لا بأس به صراحة. يعني يعني قام ببعض الأخطاء، إلا أنه يعني نقدروا يعني نلتمسوا العذر على أساس أنه يعني أول مشاركة له مع المنتخب المغربي. وبالتالي بالنسبة للتنقيط غادي نعطيه 6/10. وأنا متأكد أن هذاك اللاعب قادر على أنه يطور من المستويات ديالو في المستقبل مع المنتخب المغربي. إلا ولا يعني عيط عليه الناخب الوطني ولا الدركراكي، فيعني غادي يكون عنده إن شاء الله يعني مستقبل مع المنتخب المغربي. يعني هادشي هذا مرهون بالاجتهاد ديالو بطبيعة الحال. ندوزو دابا للجناح الطائر أشرف حكيمي. صراحة بالنسبة للاعب أشرف حكيمي فكنعتبره أحسن لاعب على مر العصور في المركز ديالو، سواء مع المنتخب المغربي أو سواء بالنسبة للكرة العالمية بصفة عامة. هو صراحة يعني لاعب يعني يقدم مستويات جيدة سواء مع المنتخب المغربي أو مع فريقه باريس سان جيرمان. ويعني وما يميز اللاعب أشرف حكيمي فهو يعني دائما ما يقدم نفس المستوى. لاعب ثابت في تقديم نفس المستوى في كل مباراة تقريبا، يقدم نفس المستوى سواء مع المنتخب أو مع فريقه باريس سان جيرمان. يقوم بأدوار دفاعية وكذلك يساند الهجوم ويسجل ويمرر يعني الباسات. أي لاعب محوري، فغادي نعطيه 9.5/10. ننتقلوا دابا لخط الوسط ونبداو مع الوحش سفيان أمرابط. سفيان أمرابط لاعب مقاتل. فيعني الميزة اللي كتميز هذا اللاعب هو أنه يعني خط وسط، بالرغم أنه ما كيساهمش بزاف في الهجوم، إلا أنه يعني دائما ما يكسر وما يعني كيفشل الهجمات ديال الخصوم. وهذا يعني
يعني ميزة كتكون في اللاعبين كبار، فاللاعب أمرابط تبارك الله عليه نعطيه 8 على 10. ومن بعد مرابط غادي ندوزو للاعب المهاري عز الدين أناحي. عز الدين أنوحي، أو يعني أو ما يسميه الجماهير المغربية كتسميه بالنحلة، فتبارك الله يعني لاعب نحلة كما كيقولوا. كيقدم يعني مستويات يعني ثابتة مع المنتخب المغربي بالرغم من المشاكل اللي كيعانيها مع الفريق ديالو السابق مارسيليا، فيعني المستويات مع المنتخب المغربي فهي مستويات ثابتة يقدم الإضافة، وغادي نعطيه 8 على 10. ومن عز الدين أناحي ندوزو مباشرة للموهبة الصاعدة إلياس بن صغير. إلياس بن صغير يعني لاعب يعني اسم على مسمى، هو راه صغير في السن، كيقدم يعني مستويات جيدة مع فريق ديالو موناكو الفرنسي وكذلك مع المنتخب المغربي. شفنا يعني المباراة التالية مع المنتخب أمام إفريقيا الوسطى، يعني شفنا أنه يعني غادي نعطيوه هو رجل المقابلة صراحة. بالنسبة للتقييم ديالو غادي نعطيه 8.5 على 10. من خط الوسط غادي ننتقلوا لخط الهجوم، وغادي تعطيني التقييم ديالك لعبد الصمد الزلزولي. عبد الصمد الزلزول يعني لاعب صراحة، يعني كنحيي هذا اللاعب لأنه صراحة كان كيعاني بمجموعة من المشاكل، وكل شيء كان كيقول بأن اللاعب صافي سالا الوقت ديالو بداية النهاية للاعب، إلا أنه يعني انتقل للنادي ريال بيتيس وقدم مستويات جيدة، والمدرب في المنتخب الأولمبي تاق فيه وعيط له الأولمبياد وقدم يعني أداء جيد في أولمبياد باريس يعني، واستمر على ذاك النهج، وشناه أنه يعني كيفاش صدم الجماهير المغربية مع المنتخب المغربي وقدم مستويات قوية صراحة. غادي نعطيه يعني 9.5 على 10. بالنسبة للراس الحربة ابن مدينة فاس يوسف النصيري. يعني يوسف النصيري صراحة يعني لاعب مهم داخل تشكيلة المنتخب المغربي، بالرغم من المشاكل اللي كيعاني منها مؤخرا، سواء يعني مع فريقه التركي أو كذلك مع المنتخب المغربي، أنه يعني مدة هذه ما سجلش مع المنتخب المغربي. هو كلاعب مهاجم، فهذه يعني كتشكل نوعا ما يعني كل الشك يعني في الثقة في النفس، إلا أنه يعني لاعب قادر على أنه يولي الواجهة ويقدر أنه يماركي أهداف. وما غاديش نساو الفضل ديالو مع المنتخب المغربي، لأنه يعني فرح المغاربة في مجموعة من المباريات، خصوصا في مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب البرتغال، فكل شيء يعني كيتفكر الهدف الذهبي ديال ابن مدينة فاس يوسف النصيري. إلا أننا غادي نكون معك يعني صريح بالنسبة للتقييم ديالي اللاعب في المباريات الأخيرة المنتخب المغربي، فهو يعني لعب ماتش رسمي وماتش يعني ما كان يعني ما لعبش رسمي. فبالنسبة للتقييم غادي نعطيه 5 على 10. من يوسف النصيري ندوزو مباشرة لأيوب الكعبي. أيوب الكعبي يعني لاعب صراحة مهم داخل المنتخب المغربي، يعني كيمتلك مجموعة من المميزات ومن المهارات اللي كتخليه أنه يكون يعني عنصر أساسي وفعال داخل تشكيلة المنتخب المغربي. بخصوص التقييم ديالو بالنسبة للمباريات أو الحضور ديالو الأخير مع المنتخب المغربي، فغادي نعطيه 7 على 10. ومن أيوب الكعبي ندوزو مباشرة للاعب سفيان رحيمي. سفيان رحيمي يعني لاعب نادي العين الإماراتي، كيقدم مستويات كبيرة في القارة الآسيوية بصفة عامة صراحة، يعني نقدر نقول أحسن لاعب في القارة الآسيوية فهو اللاعب سفيان رحيمي. كذلك مع المنتخب المغربي، اللاعب مع المنتخب المغربي يعني يقدم مستويات جيدة، وشنا المستويات اللي قدمها يعني في أولمبياد باريس الأخيرة. يعني لاعب يعني محوري بالنسبة لخط الهجوم، سواء كظاهر أو كرأس حربة كما كيوظفه المدرب وليد الركراكي. كيقدر أنه يخلق مجموعة من الفرص، بالإضافة إلى أنه عنده واحد الذكاء في أنه يعني يصطاد ركلات الجزاء، وهذه يعني ميزة مهمة خصوصا في القارة الإفريقية اللي كنعرفوا يعني كنا كيفاش طريقة اللعب ديالها. فاللاعب كيخصو دائما يوظف الذكاء ديالو في اللعب باش أنه يعني كيقدم إضافة بشكل يعني مختلف للمنتخب المغربي. فاللاعب غادي نعطيه التقييم، فاللاعب بالنسبة للتقييم غادي نعطيه 7.5 على 10. بالنسبة للاعب أمين عدلي. بالنسبة للاعب أمين عدلي، فاللاعب يعني ما لعبش يعني وقت كبير مع المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة، إلا أنه يبقى يعني
يبقى مهم داخل تشكيلة المنتخب المغربي، وكيقدم من كيدخل لأرض الميدان فكيقدم كتحس بأنه لاعب غادي يقدر يعطي الإضافة. فلاعب نعطيه بالنسبة للتقييم غادي نعطيه 7.5/10. أمين عدلي ندوزو اللاعب اللي ما لعبش هو بزاف، ندوزو للصباري. صراحة السيباري أنا يعني كنعتبره يعني من بين أفضل اللاعبين في المنتخب المغربي. فقط كتنقصو المسألة ديال أنه ينسجم مع تشكيلة المنتخب المغربي، وغادي نلاحظوا واحد الأداء خرافي من اللاعب صراحة، عنده يعني مهارات ومميزات قوية اللي غادي يقدر يعاون بها المنتخب المغربي. إلا أنني غادي نكون موضوعي في التقييم ديالي، وغادي نعطيه التقييم على أساس داكشي اللي بين مع المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة، فغادي نعطيه 6.5/10. وكإضافة فاللاعب الصباري كيقدم مباريات ممتازة بل جيدة مع النادي ديالو بي اس دوف. وندوزو أخيرا اللاعب الموهبة إلياس أخوماش. صراحة اللاعب إلياس أخوماش كنت كنتظر منه أنه يقدم مستويات يعني أكثر من داكشي اللي قدم مع المنتخب المغربي في المباريات الأخيرة، لكن نقدروا نقولوا أنه بحكم يعني أنه ما لعبش الدقائق اللي كثيرة، داكشي علاش ما خلاش يبين المؤهلات ديالو. هو صراحة يعني قدم مستويات يعني جيدة مع المنتخب، إلا أنه يعني قادر يقدم ما أحسن. فيعني نقدر نرجعوا السبب لعدم التألق ديالو الدقائق القليلة اللي لعبها مع المنتخب المغربي. بالنسبة للتقييم غادي نعطيه 6.5/10. وبالنسبة للوافدين الجدد بالحيان والصحراوي، بالنسبة للاعب بالحيان واللاعب الصحراوي صراحة قدموا يعني مستوى جيد مع المنتخب المغربي كأول مشاركة يعني اللاعب بالحيان واللاعب الصحراوي مع المنتخب المغربي، فكان يعني قدموا مستويات جيدة. بالنسبة للتقييم فغادي نعطيهم 7/10 لكل لاعب. وكملاحظة فأنا يعني كنتظر الكثير من اللاعب بالحيان ومن اللاعب الصحراوي، لأنه بصراحة يعني غادي يكونوا ان شاء الله في المستقبل غادي يعطيو الكلمه ديالهم مع المنتخب المغربي، وغادي ننتظر منهم كمشجع مغربي يقدموا يعني مستويات كبيره ويكونوا حاضرين في كأس افريقيا 2025 بالمغرب ان شاء الله.